السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي متعودين نعمله مع بعض كل فترة ابديت بأسعار العربيات في المعارض او اسعار العربيات في السوق. يلا بينا. اول عربية معانا النهاردة هي شيفروليه اوبترا الفئة الثانية، عاملة 825,000. بعد كده فيات تيبو المانيوال. اول فئة بتكون سعرها في السوق 745,000، بس سعرها الرسمي بيكون 695,000، يعني عليها اوفر برايس 50,000. التيبو صورناها قبل كده، الفئة الثالثة والفئة الأولى المانيوال. العربية دي يا جماعة فيها لخبطة جامدة جدا زي ما قلنا. اللي ما حدش يعرفه او الناس كتير ما يعرفوش ان العربيه دي فيها ثلاث فئات مانوال وفئتين اوتوماتيك، والتوكيل بيتكلم ان الثلاث فئات مانوال دي موديل والفئتين اوتوماتيك موديل، وقصه كده. فاللي مثلا بيتكلم عن العربيه او بيدور عليها عشان خاطر يشتريها لازم ياخد باله ان فيها ثلاث فئات مانوال وفئتين اوتوماتيك. بعد كده كيا سبورتاج الفئه الخامسه اللي هي فئه الجي تي لاين، دي سعرها في السوق بيكون 2 مليون 300 تقريبا، مع ان سعرها الرسمي بيكون 2 مليون 275 الف. بعد كده عائله هيونداي، اول حاجه هيونداي اكسنت ار بي، دي بتكون خمس فئات. اعلى فئه ممكن تلاقوها موجوده بسعر 940,000، فئه الهاي لاين. بعد كده الانترا اي دي الفئه الثالثه توب لاين، عامله في السوق مليون 215. احنا كنا صورناها من فتره، برضه لو عايز تتفرج على العربيه بالتفصيل خش اتفرج على الفيديو. بعد كده هيونداي توسان، هي بتكون ست فئات بعد ما ما الفئه بقى اللي هي نزلوها السوق قريب، اللي هي فئه الشادو اللي هي اول فئه. دي الفئه دي يعني التوكيل نزلها بسعر مليون 650,000، لكن الفئه اللي موجوده في المعارض هي الفئه الرابعه اللي هي بسعر 2 مليون 130 الف رسمي، لكن سعرها في السوق هتلاقوه 2 مليون 150 الف. بعد كده رينو تاليانت الفئه الثانيه سعرها رسمي 800، لكن هتلاقوها في المعارض 900 الف. خلي بالكم يا جماعه ان العربيه دي مش موجوده كتير، العربيه بدات تبيع فبدا يبقى عليها اوفر برايس، عكس ما كانت الاول ما بتبيعش خالص، ما كانش عليها اوفر برايس، بالعكس كانت اشهر عربيه موجوده بالسعر الرسمي. فلما ابتدت تبيع طبعا بايه لازم يكون عليها اوفر برايس، اوفر برايس كبير كمان بتتكلم في 100,000. بعد كده نيسان صاني الفئه الثالثه سعرها في السوق هتلاقيه من 775,000 ل 780,000، سعرها الرسمي بيكون 765,000. الفئة الرابعة اللي هي السوبر صالون هتلاقوا سعرها الرسمي بيكون 795,000، بس سعرها في المعارض ممكن يبقى 805 أو 810,000، أوفر برايس برضه بسيط. بعد كده تويوتا كورولا تاني فئة هتلاقوها بسعر مليون 450,000، سعرها الرسمي بيكون مليون 400,000، الفئة اللي هي الكومفورت. بعد كده أوبل جراند لاند الشكل الجديد، أسعارها الرسمية بتكون مليون 950,000 و2 مليون 50 و2 مليون 200، لكن في السوق هتلاقوها بأسعار أول فئة ب 2 مليون وتاني فئة ب 2 مليون 150 وتالت فئة اللي هي أعلى فئة ب 2 مليون 275,000. بعد كده ام جي 5 الفئة التانية موجودة بسعر مليون. بعد كده ام جي زد اس تالت فئة هتلاقوها بسعر مليون 100,000، كنا برضه صورنا العربية دي لو عايز تتفرج عليها. بعد كده بروتو ساجا بتكون موجودة في فئة واحدة بس بسعر 670,000. بعد كده عائلة بايك يو 5 بلس سعرها الرسمي بيكون 800,000 و900,000، لكن الفئة التانية بتلمس في ايه في المليون. العربية دي يا جماعة على فكرة عربية كويسة، زائد كمان طبعا عشان خاطر هي مش موجودة قوي للدرجة فبتتعرض بايه باوفر برايس كبير، بتتكلم في 100,000 اوفر برايس طبعا، مبلغ عالي. بعد كده بي واي دي اف 3 العربية اللي خلاص انتاجها وقف، اسعارها الرسمية 650,000 للمانوال و730,000 للاوتوماتيك، بس هتلاقوها في المعارض بسعر 670,000 للمانوال ومن 750 ل 770,000 للاوتوماتيك. بعد كده جيتور تي 2 دي هتلاقيها موجوده بسعر 2 مليون و50 الف. بعد كده اختها الصغيره جيتور تي 1 دي هتلاقيها موجوده بسعر مليون 800. بعد كده شيري اريزو 5 اعلى فئه الهاي لاين موجوده بسعر 780 الف، سعرها الرسمي بيكون 745 الف. بعد كده تيجو 4 برو دي بتنزل بثلاث فئات 910 995، الفئه التربو بتكون موجوده بسعر مليون 70 الف، دي الاسعار الرسميه. اما سعرها في السوق هتلاقي الفئه الثانيه موجوده بسعر يتراوح بين مليون 20 الف لمليون 50 الف. بعد كده تيجو 7 صورناها هنا برضو، الفئة الثانية سعرها الرسمي بيكون مليون 95,000، لكن سعرها في المعارض هتلاقوها مليون 120,000. آخر حاجة كي جي ام توريس، طبعا العربية دي لسه عاملين لها فيديو إنها عليها خصم في كل الفئات 100,000، لكن المفارقة بقى إن أنت هتلاقي الفئة الثانية هي اللي موجودة بسعر كام؟ مليون 800,000، يعني عليها أوفر برايس 100,000. العربية سعرها الرسمي بعد التخفيض مليون 700,000، لكن هتلاقوها في المعارض بسعر مليون 800,000. لأن يا جماعة العربية دي أو الفئة دي على فكرة كويسة جدا، بتتكلم في 7 ايرباج وبتتكلم في اوبشن كتير جدا في الفئه دي. الفئه دي يعتبر بالنسبه لها فرس الرهان. بعد ما تعرفنا على اسعار العربيات طبعا اكيد كلكم لاحظتوا ان المعروض قليل. ليه بقى؟ لان دلوقتي في موديلات 2026 نازله، خلاص التوكيلات كتير قوي عليها اسعار موديلات 2026. وعلى فكره معظم العربيات هتلاقوها هي الموديل او هي يعني اللي معروض 2025 هو 2026، مفيش اي اختلاف، لكن هتلاقوا 2026 بسعر اعلى. فانت لو لقيت 2026 و2025 ومفيش اي اختلاف بينهم ما تجيب 2025. لو العربيه حتى الاوبشن بتاعها او الحاجات اللي فيها، يعني مثلا الجنوط الحاجات دي كلها
فرقها برضه في الانتاج قليل. طب ما تجيب 2025 ونستفيد بفرق السعر، هي كمان في ركود جامد جدا بالنسبه للبيع والشراء. هنا بتلاقي المعروض قليل وكمان البيع قليل. برضه في اخر الفيديو بنأكد عليك يا صاحبي ان الاسعار دي بتاريخ النهارده 18/6/2025. كمان الاسعار دي ممكن تلاقوها في معارض بسعر مثلا اغلى حاجه بسيطه او اقل حاجه بسيطه، زي ما قلنا قبل كده كتير، حسب سياسه كل معرض. برضه لو في عربيه بتدور عليها وعايز تعرف سعرها وما لقيتهاش في الفيديو، تقدر تكتب لنا في الكومنتات واحنا ان شاء الله هندور على سعرها ونجاوب عليك. بس كده، لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.